احلى وتعملها يا كابتن معتمد، وعملها كابتن معتمد جمال وبيكسب الزمالك ماتش الماتش الاهم هذا الموسم للزمالك والتاريخ كابتن معتمد، وهيبقى اهم بطولة دوري لتاريخ الزمالك من وجهة نظري. البطولة اللي كانت بعيدة جدا عن كل افكار الزملكاوية في موسم ولا اصعب من حيث الظروف. بدأ بسحب الارض وانتهى بافلاس كامل لقطاع الكورة وعدم قدرة على دفع المصروفات والملتزمات والمرتبات، وخروج اهم اللاعبين على غرار زيزو وكل الاجواء اللي احنا عارفينها، عشان ينتهي موسم بشكل غريب وعجيب وغير متوقع، بحالة نادرة لجمهور الزمالك مع فريقه بفوز في مباراة الأهم هذا الموسم قصاد بيراميدز امبارح. معتمد جمال عمل كوتشنج 90 دقيقة يدرس من أول دقيقة بتعامله مع غياب بنتايج ونزول فتوح لنص الملعب. خد قرار ان محمد اسماعيل ينزل نص الملعب، لكن ما كانش عنده مشكله بانه يعدل ده في الشوط الثاني، خصوصا بعد ما خد انذار الاول اللي عطل المباراه جدا في الشوط الاول محمد اسماعيل، عشان يبدل بمحمد السيد في الشوط الثاني وبياخد افضليه في نص الملعب في اول 10 20 دقيقة بعد شوط أول متوسط من الفرقتين. ولكن الزمالك كان عنده الشخصية، عنده الهدوء، بينقل الكرة من تحت لفوق بشكل فيه هدوء. الخوف اللي باين على بيراميدز وتشكيله يوريتيتش بالعوده للخلف مع اصابه المدافع الابرز في التشكيله لبيراميدز اسامه جلال، ونزول مدافع اقل بكتير جدا منه، ثغره كبيره جدا عنده اندفاع كبير. وده اللي حصل فعلا في كوره شيكوبانزا اللي هرب بيه وجابها الهدف الاول بزيرة. كوره ولا احلى لشيكوبانزا وتكوتشنج من اول الشوط الثاني اللي معتمد يدرس كل دقيقه الراجل مركز فيها وبيحول الاحداث لصالح فريق الزمالك، حتى مع الانذار اللي قبل نهايه الشوط الاول لمحمد اسماعيل عشان يخرجه ويبقى على الونش اللي ما كانش افضل حاجه بدنيا. ولكن الانذار الاول اللي خده محمد اسماعيل كان يخليه طبعا يفضل تواجد الونش في استمراريته في مركزه اللي بدأ بيه من اول اللقاء، وده اللي كسب بيه الرهان كابتن معتمد. ونزل محمد السيد اللي ادى الحماسه وادى الحركيه الاكتر لوسط الملعب، وعبد الله السعيد قدم مباراه ولا احلى ولا اجمل من عبد الله السعيد، مباراه السيزون لعبد الله السعيد اللي من خلالها لو حتى بطل الراجل بعد بطولتين يبقى كتر خيره. بصراحه ماتش جميل جدا على المستوى الفني وعلى المستوى البدني لعبد الله السعيد، الماتش الافضل بلا منازع عبد الله السعيد. هذا اللقاء مع شحاته اللي كانوا هما الاثنين عاملين ثنائيه ولا اروع في نص ملعب الزمالك، بالخروج بالكوره لصالح بزيرة اللي حتى في الشوط الاول ما كانش افضل حالاته، ولكن كان دايما عنده القدره انه يروح بوشه على المدافع، ودايما عنده القدره انه يعدي واحد ضد واحد رغم الضرب اللي تعرض ليه من محمد حمدي. مباراه كبيره جدا لمعتمد جمال، الكوتشنج اللي عمله بعد جون بزيرة كوتشنج عالمي 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 عالمي، في عز ما الناس كلها فرحانه